رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناة عالم ليمو. النهاردة معادنا مع فيديو جديد وهنتكلم فيه عن التواضع. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن التواضع من أخلاق الإسلام المباركة. من أجل ذلك أحببت أن أذكر نفسي وأحبائي بمنزلة التواضع في الإسلام، فأقول وبالله تعالى التوفيق. التواضع صفة محمودة تدل على طهارة النفس وتدعو إلى المودة والمحبة والمساواة بين الناس، وينشر الترابط بينهم، ويمحو الحسد والبغض والكراهية من قلوب الناس. التواضع صفة من صفات المؤمنين والمؤمنات، وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الالتزام بها، وحث المؤمنين على الابتعاد عن التكبر الذي ينتهي بصاحبه إلى الدرك الأسفل من النار، لأن التواضع في غير مذلة ولا مهانة خلق يليق بالعبد المسلم، أما الكبر فهو ليس له ولا ينبغي لمثله، لأن الكبر صفة من صفات الربوبية. التواضع خلق حميد وجوهر لطيف يستهوي القلوب ويستثير الإعجاب والتقدير، وهو من أخص خصال المؤمنين المتقين، ومن كريم سجايا العاملين الصادقين، ومن شيم الصالحين. التواضع هدوء وسكينة ووقار واتزان. التواضع بشاشة وجه ولطافة خلق وحسن معاملة. بتمام التواضع وصفاته يتميز الخبيث من الطيب، والأبيض من الأسود، والصادق من الكاذب، وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه الله سبحانه. المتواضع يبدأ من يلقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه، كريم الطبع، جميل العشرة، طلق الوجه، رقيق القلب، متواضع من غير ذلة، جواد من غير إسراف. التواضع وصية رب العالمين، حثنا الله تعالى على التواضع في كتابه العزيز. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. التواضع صفة من الصفات الحميدة، وواحد من أهم الأخلاقيات الفاضلة التي دعانا الإسلام إلى التمسك بها، حيث يلتزم الشخص المتواضع باحترام الأشخاص المحيطين به، حتى وإن كان يتميز عنهم بمركز أو بماله أو بنسبه، وكذلك التعامل معهم بمودة، ويتعاون معهم ويحاول كسب محبتهم. وللتواضع أهمية كبيرة بالنسبة للفرد والمجتمع، حيث إنه سبب في الحد من انتشار الكراهية بين الناس، وكذلك يشجعهم على التعاون فيما بينهم، ويحد من انتشار الخلافات والمشكلات. ومن أشكال التواضع حسن استقبال الناس والتبسم في وجوههم، والتعامل معهم باحترام شديد، التعامل بمودة وعطف مع من هم أقل منه في المنزلة أو المكانة. دعانا الإسلام إلى الالتزام بالتواضع والابتعاد عن التكبر، وجاءت الكثير من الآيات القرآنية التي ترغب المسلم
في التواضع وتبين له عقاب المتكبرين.